السمك في بداية فيديو جديد جامد جدا. ازيكم يا صحابي يا جامدين، عاملين ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد السنة جديدة. يا جماعة لسه هكمل في القصص يا جماعة. فيا جماعة الواد اللي كان بيقول يا جماعة ان هو بيزهق من القصص بتاعتي، بقول له يا عم، كنت اقول له يا عم غيرك بيحب القصص الطويلة دي، انت مش عاجبك ما تتفرجش، اتفرج على فيديوهات اختي، اتفرج على حد تاني غيري. لو انت مش عاجبك انا عادي، لو انت بتتفرج على واحد تاني غيري انا ما بزعلش. لكن انت ليه تقعد تقول انت ليه بتقدم قصص؟ لا، انت مالكش دعوة بيا. لو انت مش عاجبك القصص روح شوف اي واحد القصص بتاعته حلوة. انا القصص بتاعتي عبارة عن قصص بتتكلم عن حياة المشاهير وعن المابات في روبلوكس. فانا بتكلم دلوقتي يا جماعة عن قصة ماب البيوت، قصة ماب بروكهيفن، قصة نجاحها وتفوق سارقها في لعبة روبلوكس. هي اللعبة بدأت يا جماعة، اللي عمل اللعبة يا جماعة اسمه يا جماعة وولف باك. يا جماعة اسمه وولف باك. هو اللي كان في الأول كان عامل الماب من 21 إبريل، قصدي من 20 إبريل 2020. يعني عامل الماب دي بقاله 5 سنين، وكان بقاله 5 ساعات بيقعد يعمل الماب، ينشئ الماب دي عشان احنا نكون مبسوطين وندردش مع بعض ونتكلم مع بعض. شكرا يا وولف باك، شكرا للمطور وولف باك. بس يا جماعة دلوقتي يا جماعة هو مبقاش صاحب ماب البيوت، هتعرفوا في 2025. فاحنا دلوقتي في 2020 بنتكلم عن ايه؟ عن وولف باك. ان وولف باك ده يا جماعة ساب عيلته وبنته، عشان يعني عيلته دول يعني بنته وزوجته وزوجته وجوزها ووسطه زوجته يا جماعة، انا مش عارف انطقها يا جماعة. زوجته يا جماعة، وساب زوجته يا جماعة عشان هو كان مش بيشغل باله بيهم، وكان بقاله 5 ساعات تعبان في اللعبة دي. يعني مش حاسين احنا بكمية التعب؟ انتوا مش حاسين يا جماعة بكمية التعب وهو تعبها؟ انتوا كنتوا مكانه كنتوا هتتعبوا. فاحنا كتر خير يا جماعة انه عمل الماب دي. فيا جماعة يلا نحكي قصة ماب بروكهيفن. كان في حاجة في ماب بروكهيفن يا جماعة كانت محطوطة. كان مطعم يا جماعة اسمه برجر بيرن. كان في مطعم في ماب البيوت، كان في البداية كان مكان المول، المركز التجاري يعني التسوقي. يعني يا جماعة يعني ده مطعم اسمه برجر بيرن، مطعم برجر بيرن بارن. المطعم كان شكله حلو جدا، لكن للأسف يا جماعة عمنا وولف باك قام شاله يا جماعة عشان حقوق الطبع والنشر. هو أزيل اتحذف في جماعة الماب ده، اتحذف المطعم ده عشان حقوق الطبع والنشر. اتحذف في يوم شهر اكتوبر 2020 واتحط مكانه مول. كان برجر بين كان احسن مطعم، وكان في استوديو اسمه يوتيوب كان محطوط في الجبال، وكان بجد حلو، كان اتحط في المول بس بشكل مختلف. وبرجر في 2024 يا جماعة في يوم 6 ديسمبر 2024 المطعم من برجر بيرن رجعوهولنا وولف باك تاني بس بشكل مختلف. يعني اسمه دلوقتي برجر بيرن، يعني بقى مكان المطعم، كان مكان المطعم القديم.
بس عملوا وولف باك بشكل مختلف. ودي كانت شجرة كريسماس يا جماعة، كانت المفروض يا جماعة. وده كان في البداية يا جماعة، ده كان شكل المدرسة يا جماعة القديمة، عشان كان وولف باك حدثها. انما ده شكلها الجديد، شكل جديد، ده شكل المدرسة الجديد. كانت المستشفى في البداية كانت كده يا جماعة، لكن يا جماعة اتغيرت يعني المستشفى. ده كان جديد يا جماعة، ده كان يا جماعة كان يا جماعة. هو أنا ناقص يوتيوب يا جماعة؟ فيا جماعة دي مستشفى يا جماعة، فنكمل الكلام يا جماعة. دي مستشفى يا جماعة بعد التحديث، يا شكلها بقى أحسن يا جماعة. يا رب تقول حلوة، عشان ميجو ناين يا جماعة مش عاجبه كده، وعايز هو أوضة لولو قصدي يا جماعة، وهو الشخصيات اللي بيعملها. هو عايز ميجو ناين إن وولف باك يرجع الأشكال القديمة. يعني الأشكال القديمة كانت شكلها مش حلو، كان شكلها وحش أوي، لكن شكلها الجديد أحلى. وده شكل محل الشرطة يا جماعة في 2000، ده كان شكل محل الشرطة، لكن ده شكله الجديد أحلى شكل. ده كان مطعم القديم يا جماعة. بص ده كان شكل ملجأ يا جماعة، هو شكل ملجأ جديد. فالمهم يا جماعة يا جماعة الجزء التاني هنزله بكرة الاثنين.